السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الياسمين على كل حبايبي الحلوين اللي مشتركين واللي مش مشترك يشترك معانا ويفعل زر الجرس. يلا بينا النهارده هنعمل احلى فيديو جميل جدا. هقلب الانتريه للركنه ازاي يا بنتي يا نانا؟ طب استني بس اما اقول لك. خشي معايا على شركه يوميات نانا، عامله لك عروض وخصومات وتخفيضات جميله قوي. لو انت حابه تعملي زي وتفتحي قناه وتشتغلي في بيتك بادبك واخلاقك واحترامك، هسيب لك رقم الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت، كلميه. هما كل شهر بينزلوا في الاسعار اكتر من الشهر اللي قبليه. بصي بقى، دايما طول الوقت قاعده كده عماله اقول يا جماعة أنا عايزة، هاتولي السماعة. يا جماعة أنا عايزة أعمل ركنة، يا جدعان عايزة أعمل ركنة. فكل شوية قلت طبعا إيه، تم ركنة ليه؟ أنا الأنتريه بتاعي خطير جدا و... خامة حلوة بسم الله ما شاء الله وسعره عالي قوي. فأنا ليه ما أعملش من الأنتريه ده ركنة؟ طب إزاي يا نانا؟ طب بس هتشوفي. الفترة الجاية هاعمل تعديلات كتير جدًا وعلى قد إيدي وفي بيتي، وباعمل كده علشان كل ست بتشوفني وبتتابعني نفسها في حاجة مش قادرة تعملها، نفسها في رُكنة، نفسها في حاجة وهي إيديها مش طايلة تعملها. أنا ممكن أعمل أفكار تفيدِك وتفيدني في كل حاجة، في كل حاجة. إيه هي الأفكار بقى؟ طَب بس كمّلي الفيديو للآخر وأنتِ هتشوفي. قلبت من الأنتريه لرُكنة. هتشوفي إزاي وخليكي معايا. أهم حاجة بس تصلي على النبي دايما وتزيدي النبي صلاة وتوحدي الله وتشكري ربنا أكتر وأكتر وأكتر. ربنا هينولك كل اللي نفسك فيه إن شاء الله. بصي بقى، أنا أنصحك نصيحة يعني لوجه الله، دايما وانتي شغالة في بيتك ابدأي كده، خدي كل حاجة واحدة واحدة ونضفي كل حاجة كده بالراحة، ما تجيش على نفسك، ما تضغطيش نفسك كتير. الشغل مش هيهرب، مش هيجري مننا. يعني انا نفسي اعمل الفكره دي بقالي تقريبا شهرين، والله العظيم هتقولوا لي ان انت ساكته ليه يا نانا وصابره ليه؟ والله يا جماعه شهرين نفسي اعمل التعديل ده في الانتريه. بس بصراحه بيجيني ضربات صحيه كده كتير فمش ببقى قادره يعني. وبرضو كنت الفتره دي مشغوله شويتين، انا اسفه الاول كده. قبل اي حاجه بقى بشكر كل الناس اللي دخلت قناتي جديده وان شاء الله ان شاء الله الدرع عندي يا جماعه. يا جماعه الدرع بقاله، ناس كتير دخلت تقول لي ان انا الدرع بقاله 15 يوم، بل 20 يوم. الدرع عندي بقاله 20 يوم. تمام. بس مش فاضيه قسما بالله ورحمه ابويا ما فاضيه اروح اعمل الحفله او احتفل بيه. يعني حتى انا قلت لاولادي اخر ما تعبت قلت لهم لا انا هفتح فيديو عادي جدا واشكر الناس كلها على يعني اشتراكهم عندي في القناه والحفله بقى نخليها ايه وقت ما ربنا يريد يعني ان شاء الله. فان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله ممكن احتمال اعمل فيديو الدرع الفيديو اللي جاي ده ان شاء الله او اللي بعديه. اهم حاجه بقى عايزاكي كده تمسكي الشقه بتاعتك تظبطي كل حاجه فيها بس ما تكركبيش كله فوق راسك. الانتريه ده اما هغير نظامه دلوقتي وهقلبه لركنه. المفروض ان انا اكمل باقي الريسبشن معاه. عملت حاجه لذيذه قوي، خلصت الانتريه، شديت الكرسي طبعا لبره كده وعملت بالمكنسه الكهرباء وهسيق وهرجع اشد الكرسي التاني وهكذا، وهلم ايه جرجره. ليه بقى؟ علشان ظهرك ما يوجعكيش وعشان ما تحسيش بكركبه ايه ده اللي انا بعمله وانا زهقت وانا تعبت وانا وتحسي بملل. والجو حر، عايزه اقول لك اقسم بالله العظيم الفيديو ده انا خلصته من هنا وقلب معايا بحاله نفسيه. بايه؟ في الحر يا جماعه وزي ما انتم شايفين العبايه ولابسه تحتيها كمان عبايه، يعني لبس كتير والله يا جماعه. ال- اللي انا قدرت بس يا احمد، اللي انا قدرت اعمله بس لبست التربو لاني ما قدرتش الف الطرحه لانه كنت هموت، كنت هتخنق هموت بجد. والمروحه شغاله حاسه اني جايبه سخونيه ايه ده. فربنا يرحمنا يا جماعه برحمته ويعدي الفتره اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. المهم زقيت بقى زي ما انت شايفه كده بردك الكنبه الصغيره والكرسي وكنست وسيقت كده تحتيهم. واظبطي الدنيا وما تكركبيش كل حاجه فوق دماغك، واحده واحده كده على الهادي يا زبادي. بس زي ما انت شايفه الفيديو اللي ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه برضو هعمل تغيير تاني في النيش والسفره والبوفيه، وعلى قد ايدي وعلى قد امكانياتي. يا بنت انت كان نفسك في ركنه هعملها لكم اهي.
اهي اصبروا بس عليا، اصبر والله هتلاقوا احلى ركنه دلوقتي ما شفتهاش قبل كده. الانتريه بتاعي ده سعره غالي يا جماعه، ودلوقتي في قباني سعره رفع اكتر من وقت ما جالي يعني. تمام. سعره كان حوالي حاجه وعشرين الف، كان 28، دلوقتي وصل لحاجه واربعين الف جنيه. ربنا يعديه على خير بقى، ربنا يعديه على خير. قلت هجيب ركنه، رحت سالت في قباني الركنه بكام، لقيت الركنه بحاجه وسبعين وبخمسين وحاجات من كده. فبصراحه يعني مش جايه معايا، ما جاتش معايا. قلت استنى شويه كده، ربنا يستر. انا في دماغي ديزاين معين حابه ان انا اعمله، فربنا يسهل ان شاء الله ويدبر الحال، نخلص كل المسؤوليات اللي عندنا في بيتنا وكل الالتزامات اللي علينا، ونبدا نفكر نعمل حاجه حاجه. مش بقولك بقى ازنقي نفسك، لا، اعملي جمعيه. لو انت في استطاعتك تدفعي كل شهر مبلغ، اعملي جمعيه. بصي زي ما انت شايفه كده، جبت الكنبه الكبيره حطيتها هنا كده. هعمل النظام دلوقتي نظام ركنه، وحسيت ان انا غيرت وطورت شويه وبقت ركنه فعلا. تصدقوا والله 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 انا ما كنت بطلع اقعد في الانتريه ده خالص خالص كده، كنت حاطاه تحسوا ان انا كنت حاطاه زينه. آه، بيجي لي ضيوف بس يقعدوا عليه. انا قلت لولادي، قلت لهم لا، انا حاسه ان انا ممكن اموت، ممكن يحصل لي حاجه، لا اتمتع بحاجتي، مش نافع كده. وطالما انا نفسي ان انا اجيب ركنه او احط ركنه ابقى قاعده عليها، طب ما انا اعمل النظام نظام ركنه. عملت حرف ال زي ما انتم شايفين الكنبه الكبيره كده، ودي جنبها. كنت بفكر ان انا ازنقها فيها، ازنق الكنبه الكبيره في الصغيره في الكبيره. فقلت المساحه اللي هناك دي كلها اللي انتوا شايفينها دي اللي هناك دي كلها هتبقى اتقفلت، فمش هيبقى فيه مكان حد يقعد فيه. فاهمين قصدي؟ قلت لا، هظبط دلوقتي اهو الكرسي ضميته على الكنبه كده، بقت ركنه قشطه قشطه قشطه. وهتشوفي في الاخر الشكل هيعجبك جدا بعد ما افرش البياضات وافرش السجاده وافرش الدنيا، هروق الدنيا. بصي وسع الريسبشن عندي في الانتريه وسع جدا. حسيت ان لا، الدنيا اتغيرت خالص معايا والوضع اختلف. لا انا عجبني الديزاين ده والستايل اللي انا غيرت. بصراحة بحس بطاقة إيجابية لما بغير كرسي من مكانه، بشيل كرسي احط كرسي هنا واشيل الكرسي ده احطه كده. لو غيرت بياض فرشة انتريه او سفرة او أوضة نوم، بحس بتغيير كبير جدا في نفسيتي بجد يعني. الكرسي اللي هو بتاع السفرة ده انا مش هسيبه جنب كرسي الانتريه، انا بس شلت مكانه لان طبعا لا هلم بقى يعتبر المكان اللي فيه الركنه الجديده بتاعتي. باركولي يا ولاد، باركولي باركولي. عملت من الانتريه ركنه، والله العظيم عجب العجب. بعمل ايه بقى من وقت ما عدلت النظام ده وغيرته يا جماعه؟ ولادي بقوا بيدوروا عليا في الشقه جوه، ما بيلاقونيش، يطلعوا يلاقوني قاعده بره بفتح البلكونه زي ما انتم شايفين كده. انا اسفه جدا الاضاءه، والله ما اخدت بالي، معلش حقكم عليا. باخد بعضي واطلع اقعد في الانتريه كده مكان احمد ما قاعد، او على الكنبه الصغيره اللي هناك دي والمروحه في وشي، ويا سلام بقى، والشباك او البلكونه مفتوحه والعصافير عماله تزقزق. يا على كوبايه القهوه في الوقت ده يا جماعه، مش عايزه اقول لكم. بسرح مع نفسي كده بقى، اقعد افكر كتير. واحلى حاجه بعملها استغفر ربنا كتير كتير كتير، واصلي على النبي اكتر واكتر. عايزه اقول لك حاجه، سحر ووهم عليه افضل الصلاه والسلام. عايزه اقول لك على حاجه سر بقى، وهم وحاجه جميله جدا 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 والله العظيم بعملها دايما. تقولي قل الله احد 100 مره، وتصلي على النبي 100 مره ورا بعض. بعد ما تصلي قسما بالله العظيم بنية أي حاجة نفسك فيها ربك ما هيبعدها عنك أبدا. هيستجاب منك في حاجات كتير، كل ما تدعي هيستجاب منك. صدقيني أنا مش الشيخ الشعراوي ولا فتاية ولا حاجة، لا بعرف أمور ديني والحمد لله، بس على قدي. بس اللي أنا بجربه بحب أنصح بيه الناس. ربنا بيطبطب على قلبك في حاجات كتير وفي أوقات كتير، وبحمد ربنا من كل قلبي إن هو بيحبني وفاكرني دايما دايما
بكل خير إن شاء الله. حتى لو حصل أي حاجة في حياتي بقول حلوة وخير وجميلة، يا رب يديموا عليا، يديم فضلك عليا. بس ما اقدرش اقول لك حاجه تانية. واللي عايزه اقوله لك ان انت خليكي دايما متفائله. خلي حاجه في حياتك اسمها انا حطيت الحاجه وببص لقيت الكاميرا فصلت، يا جماعه انا اسفه. خلي حاجه في حياتك اسمها يقين بالله. يقين بالله ان انت بكره حياتك هتبقى احلى. حطي في دماغك ان انت نفسك في شقه هتجيبي شقه، نفسك في فيلا هتجيبي فيلا، نفسك في عربيه هتجيبي، نفسك ربنا يوسع رزقك ويكرمك بالافضل واحسن واحسن هيكرمك. بس يكون عندك يقين ان انت متاكده ان انت لو طلبتي من ربنا كده هيحصل. وادعي، ادعي. الدعاء جميل والاستغفار اكتر واكتر احلى، والصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام احلى واحلى 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 من اي حاجه في الدنيا. فخليكي دايما ده واظبي على الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، واستغفار، استغفري كتير. بصي بقى، انا مش بقولك على حاجة انا يعني ما جربتهاش، انا بقولك على حاجة انا جربتها فبنصحك بيها. وقولي لي بقى ايه رأيك في الركنة اللي انا عملتها من الانتري دي. والله يا جماعة جميلة. غيري في حياتك حاجات بسيطة وعلى قد ايدك وعلى قد امكانياتك. مش عشان انا يوتيوبر هروح اجيب لك بكرة ركنة بكم 70 وكم 60 الف وازلك معايا تقعدي تشوفيها تقولي انت ممكن يكون امكانياتك الشهر ده مش سامحة، الشهر اللي بعديه مش سامحة. ليه؟ ليه مثلا اخليكي تحسي ان انت مثلا نفسك في حاجه مش عارفه تجيبيها؟ لا بصي، احنا كلنا ستات بيوت شاطرين قوي ونعرف ندبر نفسنا وندبر امورنا. حتى لو ما فيش في ايديكي بكره يبقى في ايديكي. خلي بالك، خلي عندك يقين في ربنا كبير. صدقيني والله بكره ربك هيفرجها على الكل، عليكي وعليا بقى وعلى كل الناس. زي ما انت شايفه كده، انا احلى حاجه عندي البياضات دي بتنفعني قوي، لان احمد طبعا بيطلع يلعب ويتنطط ويقعد ويبقى طبعا في ايديه شوكولاته، بيبقى في ايديه حاجه فببقى خايفه بصراحه. المهم زي ما انت شفتي كده كنست بقى وظبطت وسيقت وظبطت الدنيا كده. وهفرش بقى، دي حافظه تركي يا جماعه، مش ما بفرش السجاد خالص في الصيف، بفرش في الشتاء. دي بشيلها وبنفضها كل يوم وبكنس وبسيق مكانها. ليه بقى؟ لان انا بقيت قعدتي كل يوم بره هنا في الريسبشن حتى بالليل. وبقيت يعني لما ببقى في البيت، يعني الفترة اللي فاتت دي احنا يعني ايه عندنا شوية حاجات كده يعني فالمهم يعني من وقت ما عملتها وقت ما بكون في البيت ببقى قاعدة عليها دايما. كوباية القهوة، كوباية نسكافيه بقى، كابتشينو، اي حاجة بحب اشربها، كافيه لاتيه. يا اختي عليه، يا اختي عليه، يتجوز عليها ليه؟ جماعه بالله عليكم، بالله عليكم لايك وشير وسبسكرايب في القناه. يا ريت لو انتم مش مشتركين يا جماعه تشتركوا، يا جماعه اشتركوا. واللايك حلو بيرفع الفيديو. بصوا حطيت كرسيين السفره هناك كده زي ما انتم شايفين، والبافين دول جنب بعض. تمام. البافين دول حطيتهم جنب بعض زي ما انتم شايفين كده. حلو. واهو ادي النظام. الكنبه الكبيره محطوطه كده على جنب، حرف ال، بس جميله. والنبي قولوا لي رايكم، وبالله عليكم حد يقول لي لا مش حلوه. فصلت طبعا الكاميرا، في حاجات كنت حابه اظبطها يعني ظبطتها. ولبست الكوشينات طبعا عشان ما ينفعش ان انا اوطي قدامكم او حاجه طبعا. فظبطت شويه حاجات ينفع ان انا اظبطها، يعني الكوشينات الصغيره دي بحطها عشان اللي يقعد بردك تبقى زياده ورا الظهر بس. وبرش معطر بقى زي ما انتوا عارفيني، انتوا حافظيني. عايزه ترشي معطر رشي على الحاجه نفسها، بتلزق عليها كده وبتبقى جميله. عايزه اقول لك ان انا بقيت كل يوم الانتريه ده كنت اطلع المه كده واروقه كل 3 4 5 6 7 ايام مره. دلوقتي بقيت كل يوم اطلع اظبطه واروقه، ولو في البيت بطلع اظبطه واروقه يعني. لكن لو مش في البيت بقى يعني لما باجي البيت بظبطه بس. الجو حر، الدنيا نار، مفيش هزار. والنبي تقولوا لي رأيكم ايه وحطوا لي اللايك. اهو عملت ركنة دي ولا مش ركنة؟ ركنة ولا مش ركنة يا متعلمين يا بتوع المدارس والكليات؟ اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو.
وهطلع بقى اعمل ايه العصافير. والنبي امانه عليكم تكتبوا لمحمد ابني في الكومنتات ارحم امك التعبانه وشيل العصافير من البيت وباعها بالله عليك، يشحتها يا جماعه والنبي يديها لاي حد محتاجها. والله دعوه من هذا عبر الفيديو يا محمد يا ابني، سرب العصافير، سرب العصافير، سربها سربها. انا بجد بجد انا ما بقتش مستحمله والله. الريش يا جماعه، ريش العصافير بيطير في الشقه جوه وفي الانتريه وانا اشتغل. سعديه الخدامه تشتغل يا خرابي. انا ماليش اهل يا جدعان يسالوا عليا، والله انا بنت ناس، حرام عليكم اللي بيحصل لي. دخلت بقى طبعا الم من احب الم الزباله قوي. دخلت انضف بقى من عند محمد باشا، عصافير محمد باشا معالي الوزير الباشمهندس، يا باشمهندس يا باشمهندس يا باشمهندس. اخش بقى يا جماعه ايه، الم بقى مكانهم بقى الاكل اللي بيوقعوه على الارض وانا عندي يا جماعه حد يخش لابني يقول لامك عندها الغضروف وتعبانه ولم نفسك وسرب العصافير. انا تعبت بالفعل، تعبت والله العظيم. لا ورحمه ابويا سيح لك الفيديو الجاي، اقول الفيديو الجاي احمد ابني هيقول لكم على قذورات محمد اخوه الفيديو الجاي يا جماعه. احمد اهو خلاص يبقى تسرب العصافير، سربها يا تسربها هنجول، لا هنجول سربها. احمد بصوا احمد ما صدق، اصل احمد ده بيحب محمد اخوه قوي. بس يا جماعه وزي ما انتم شايفين اهو الانتريه اتقلب لركنه. حطوا اللايك.